جيران فيلا الحاج رمزي في مصر الجديدة يلاحظوا ريحة غريبة، ريحة وحشة قوي طالعة من غرفة السواق ناصر اللي هو وزوجته شغالين في الفيلا وساكنين في الملحق جنب الفيلا. ناصر وزوجته أصلهم من الصعيد وجم القاهرة علشان يشتغلوا في خدمة الفيلا. هو سواق وهي بتساعد في شغل البيت، لكن بقالهم دلوقتي حوالي 5 أيام مختفيين، ولا حس ولا خبر. كل يوم الريحة بتزيد والكل في الفيلا قاعد مستغرب، حتى الجيران شامين الريحة مش فاهمين هي جاية منين ولا في ايه. مفيش حد قادر يستحمل الريحة أكتر. الحاج رمزي بنفسه طلب الشرطة وقال لهم على الموضوع. لما الشرطة وصلت دخلوا على غرفة ناصر وأمينة عشان يشوفوا مصدر الريحة، لكن اللي اكتشفوه كان صدمة للجميع. مش بس ريحة وحشة، الشرطة لقت جثة مرات السواق نبوية على سريرها وشكلها بشع بعد ما بدأت تتحلل. حابب تعرف قصة نبوية مرات السواق؟ خليك معانا في القصة الكاملة. 2013 في حي مصر الجديدة بالقاهرة حصلت قصتنا، بس خلونا نرجع لورا لسنة 2000 لما جه ناصر من البلد هو وزوجته هربانين من طار قديم على العيلة عنده بسبب خناقة أخوه الصغير مع شاب من نفس القرية بتاعتهم. والشاب مات وأخوه اتحبس وأخد 25 سنة. بس عيلة الشاب كانوا مصممين ياخدوا الطار برغم محاولات الصلح اللي تمت. فقرر ناصر يهرب في نص الليل زي الحرامية هو ومراته هنية اللي مش بتخلف، ويركب القطر وينزل على القاهرة، يختفي هناك وسط زحمة الناس فيه ويشتغل في أي حاجة. لما ناصر نزل من الصعيد هو ومراته هنية كان قلبه مليان أحلام إنه يبدأ حياة جديدة في القاهرة. الحكاية ما كانتش سهلة بالنسبة له. أول ما وصلوا ما كانش معاهم غير شوية فلوس بسيطة على قد اللي كانوا محوشينه من البلد. بدأ ناصر يدور على شغل في أي حاجة. النهاردة يشيل طوب في المباني، بكرة يكسر في الحيطان، بعدها يشتغل شوية على ميكروباص يحمل الركاب وينزلهم في الزحمة. كل شغلانة كانت مرهقة، بس كان شايل مسؤولية كبيرة ليه ولزوجته. هنية من ناحيتها كانت واقفة جنبه وبتدعمه وبتشتغل في أي حاجة هي كمان عشان يساعدوا نفسه. لكن الحياة في القاهرة كانت قاسية جدا، ما فيهاش الرحمة اللي هو كان متخيلها. وفي يوم بعد تعب ناصر من الشغل اليومي اللي ما فيهوش أمان، جات له فرصة من ناس عرفوه على شغل في فيلا في مصر الجديدة. الحاج رمزي صاحب الفيلا كان بيدور على سواق يثق فيه، وناصر كان شايف إن هي فرصة يمكن تكون بداية لحياة مستقرة هو وزوجته. راح ناصر المقابلة عند الفيلا وعجبهم كلامه وطريقته. الحاج فوزي أو رمزي قرر يشغله وسكنوه هو وهنية في أوضة صغيرة في ملحق الفيلا، بابها من بره. أخيرا حس ناصر إنه لقي الأمان والاستقرار اللي كان بيدور عليه من ساعة ما نزل القاهرة. الحياة بقت أكتر استقرار، ومع الوقت بدأ ينسى كل اللي حصل في الحاجات اللي كان هرب منها واللي كانت ملحقاه طول الفترة اللي فاتت. القاهرة بالنسبة لي بقت مش بس مكان شغل، لكنها بداية جديدة وحياة مختلفة عن اللي كان عايشه. واستمرت الحياة عادية، ناصر شغال سواق وهنية بتساعد في شغل الفيلا والدنيا ماشية. بس كل ده اتغير سنة 2013. كان يوم خميس والناس في المنطقة حوالي الفيلا بدأوا يلاحظوا ويشموا ريحة مش حلوة، ريحة غريبة طالعة من أوضة ناصر وهنية اللي في الملحق. في الأول قالوا يمكن حاجة بايظة، يمكن في أكل قديم متساب، بس الريحة كل يوم بتزيد والناس بقت مش قادرة تستحمل. لما أهل المنطقة سألوا الحاج فوزي اللي كان بيشرف على الفيلا وصاحبها، قال لهم ناصر استأذن مني من حوالي أسبوع، قال إنه هيسافر عند واحد قريبه في منطقة ساحلية وياخد هدية معاه يتفسحوا شوية، لأنهم من ساعة ما جم هنا ما تفسحوش ولا يوم. قال هيقضي أسبوع هناك وبعدين يرجع، ومن ساعتها ما شفتوش. الكلام ده طمن الناس شوية وقالوا أكيد هما لسه مسافرين ومش راجعين دلوقتي. لكن الريحة كانت بتقول حاجة تانية.
الريحة كانت بتزيد بشكل غريب، ومحدش كان عارف مصدرها ايه بالظبط جوه غرفتهم. وهنا بعد ما الريحة بقت لا تطاق، الحاج هنا قرر ان هو لازم يفتح أوضة ناصر وهنية بنفسه، وكان قلبه بيخبط بسرعة وهو بيحاول يفتح الباب. لكن الريحة اللي طلعت أول ما فتح كانت كفيلة تخليه يرجع لورا. شاف قدامه منظر عمره ما كان يتخيله في أسوأ كوابيسه. على السرير كانت جثة هنية ممددة، شكلها واضح إنها بقالها أيام متحللة. منظرها كان بشع، وهي السبب في الريحة اللي خنقت المكان كله، والناس ابتدت تعرف. بس الغريب في الموضوع إن مفيش أي أثر لناصر. الأوضة كانت فاضية، مفيش غير جثة هنية. الحاج ما كانش فاهم إيه اللي حصل ولا فين ناصر اللي قال إن هو مسافر معاها علشان يتفسح. كانت في الأوضة كانت مقلوبة، كأن في حد كان بيدور على حاجة، والسر كان مستخبي وسط الجدران والأسرار اللي مفيش حد كان يعرفها عن ناصر وهنية. هنا الحاج ما استناش كتير، أول حاجة عملها بعد الصدمة اللي شافها إنه بلغ الشرطة. بسرعة جت الشرطة والبحث الجنائي، وكل المنطقة كانت واقفة متجمعة حوالين الفيلا، مستغربة ومرعوبة من اللي حصل. الضباط والجنائيين دخلوا الأوضة وبدأوا شغلهم، صوروا المكان، أخذوا البصمات، فتشوا كل ركن فيها. الريحة كانت لسه مالية الجو، لكن اللي حصل جوه كان أكبر من مجرد ريحة. أول حد بدأوا يحققوا معاه كان الحاج صاحب الفيلا، لأنه صاحب الفيلا وهو اللي فتح الأوضة. لما سألوه عن ناصر قال نفس الكلام. ناصر استأذن مني من حوالي أسبوع، وقال هيروح يقضي أجازة عند قريبه في منطقة ساحلية، ويأخذ هنية معاه تتفسح. وولاده وزوجته أكدوا كلامه، إن هم كانوا فاكرين إنه سفر عادي زي أي حد عايز يغير جو. الشرطة فضلت تسأل وتدور فين ناصر، إيه اللي حصل لهنية، وإزاي جثتها بقت في الأوضة من غير ما حد ياخد باله. كانت كل الأجوبة لسه مستخبية، ووراها أسرار أكبر محدش كان يتخيلها. لما الشرطة بدأت تسأل الجيران والناس اللي حوالين الفيلا عن ناصر، كلهم قالوا نفس الكلام تقريبا. ناصر راجل طيب، ما شفناش منه حاجة وحشة أبدا. الجيران كانوا بيأكدوا إن هو في حاله، ما بيتكلمش كتير مع حد، بيركز في شغله. طول الوقت كان هادي وبيجي ويروح بانتظام، عمره ما دخل في مشاكل أو حصل منه حاجة تزعج حد. الجيران كمان قالوا إن ناصر وهنية كانوا بيعيشوا حياة بسيطة، مش ملفتين للنظر، ولا في بينهم وبين أي حد خلافات. كل حاجة كانت طبيعية جدا، وده زود الغموض أكتر. إزاي الراجل اللي كل الناس بتشكر فيه تختفي مراته فجأة وتبقى جثة في الأوضة؟ وفين هو دلوقتي؟ التحقيق استمر لمدة أسبوع، والشرطة كانت شغالة ليل ونهار تحاول تفك لغز اللي حصل. كل يوم كان بيزيد الغموض، مفيش أثر لناصر، مفيش أي خيط واضح يدل على اللي حصل. الناس كلها كانت مستنية التقرير الجنائي، والكل حاسس إن في حاجة مش مظبوطة. وأخيرا لما جه تقرير المعمل الجنائي كانت الصدمة كبيرة. التقرير أكد إن هنية ماتت مخنوقة، وإنه تم الاعتداء عليها من قبل أكثر من شخص قبل موتها. ده قلب القضية تماما، لأن اللي كان باين في الأول كأنه حادث طبيعي أو حاجة مش مظبوطة في الأوضة طلع جريمة قتل بشع. الشرطة بدأت تغير اتجاه التحقيق وتركز على تفاصيل أكتر عن حياة ناصر وهنية، وتدور على أي حد ممكن يكون ليه علاقة بالجريمة. فين ناصر؟ هل هو هرب ولا كان هو كمان ضحية للموضوع ده؟ الأهم مين الأشخاص اللي كانوا ورا الجريمة؟ في وسط التحقيقات اللي كانت بتمشي في كل اتجاه، فجأة حصل تطور خطير قلب الأمور رأسا على عقب. الشرطة تلقت بلاغ عن جثة مرمية في مكان صحراوي قريب من الطريق الدولي السريع. لما وصلوا هناك وفتشوا الجثة اكتشفوا بطاقة هوية بتخص ناصر محمد علي، زوج هنية. الصدمة كانت كبيرة. ناصر نفسه اللي كانوا بيدوروا عليه بقالهم أسبوع لقيوه مقتول هو كمان. الفحص المبدئي للجثة أظهر إن ناصر مات متأثر برصاصة في دماغه، وكانت الإصابة واضحة إن هي ناتجة عن ضربة بمسدس. ده زود القضية غموض وتعقيد أكتر. إزاي ناصر اللي كان الكل بيظن إن هو ممكن يكون ليه علاقة بجريمة قتل هنية يطلع هو نفسه ضحية كمان؟ الشرطة دلوقتي قدام لغز معقد جدا. مين اللي قتل هنية وناصر؟ وليه
هل ناصر كان هارب ولا كان في مخطط أكبر من اللي ظهر؟ الأسئلة كانت بتزيد والتحقيق بقى أصعب وأغرب، خصوصا بعد اكتشاف إن في أكتر من طرف ممكن يكون متورط في الجريمة البشعة دي. وفي وسط الغموض اللي كان مغطي القضية ظهر شخص جديد غير مسار التحقيقات تماما. الشخص ده هو اللي جاب الشغل الناصر في الفيلا من الأول، وكان على تواصل معاه من زمان. لما الشرطة حققت معاه اكتشفوا ان هو اخر واحد كلم ناصر قبل ما يختفي. لكن المفاجأة الحقيقية كانت في اللي قاله ليهم. الشخص ده بلغ الشرطة بحاجة ما كانش حد يتوقعها. ناصر كان في الفترة الأخيرة شاكك في سلوك مراته هنية، خصوصا مع أولاد الحاج صاحب الفيلا. ناصر لاحظ إن هنية بدأت تتغير معاه، بقت تهتم بنفسها أكتر من العادي، ولبسها اتغير في الفترة الأخيرة. حتى تعاملها مع أولاد الحاج كان غريب، كانت بتضحك وتهزر معاهم بطريقة ما كانتش على طبيعيتها، وكان دايما متضايق ناصر جدا من اللي بيحصل. الشك بدأ يتسرب لقلب ناصر، وبدأ يحس إن في حاجة مش طبيعية بتحصل بين هنية وولاد الحاج. كان بيتكلم مع صاحبه ده عن شكوكه وإنه مش قادر يواجه لغاية دلوقتي لغاية ما يتأكد، لكن العلامات كانت بتخليه يحس إن مراته مش زي ما كانت. الكلام ده قلب القضية رأسا على عقب. الشرطة بدأت تفكر إن الجريمة ممكن تكون متعلقة بخلافات شخصية أو خيانة. بدأوا يركزوا أكتر على أولاد الحج وعلاقتهم بهنية، وهل كان لشكوك ناصر أي أساس من الصحة؟ الحج طبعا كان عنده 3 أبناء، الكبير اسمه سيد وفي شابين تانيين اللي كانوا لسه مخلصين الجامعة. لما الشرطة بدأت تحس إن في حاجة مش مظبوطة في كلام ولاد الحج، جابتهم عشان تستجوبهم مرة تانية. في الأول كلهم قالوا نفس الكلام المعتاد زي ما قال الحج بالظبط، إن ناصر استأذن وسافر مع هنية عشان يقضوا أسبوع في منطقة ساحلية، وما شافوش أي حاجة مريبة بعد كده. لكن لما الشرطة واجهتهم بكلام صاحب ناصر إن ناصر كان شاكك في سلوك مراته هنية معاهم، بدأ الضغط يبان على وجوههم. الضباط قالوا ليهم إن ناصر كان شاكك إن في علاقة بين مراته وبينكم، وإن الشكوك دي كانت سبب مشاكل كبيرة بينه وبين هنية. سيد اللي كان أكبرهم وأكثرهم هدوءا اتوتر طبعا لما سمع الكلام ده، وبدأ يظهر عليه الارتباك. لما الشرطة ركزت عليه وسألته إذا كان عنده علم بأي حاجة ممكن تبرر شكوك ناصر، حاول في الأول ينكر، لكن الضباط استمروا في الضغط دوت. ليه ناصر كان شاكك فيكم؟ هل فعلا كان في حاجة بينكم وبين هنية؟ سيد والشابين التانيين حسوا إن هما محاصرين، وبدأت الحقيقة تطلع بالتدريج. الشرطة هنا كانت على وشك إن هي تكشف عن الحقيقة الصادمة اللي مستخبية ورا هنية مع ولاد الحاج، وعن دور كل واحد فيهم في القصة المظلمة دي. سيد بعد الضغط عليه بدأ يحكي الحقيقة المرعبة. اعترف إن هو فعلا كان في علاقة بينه وبين هنية، وإن هما كانوا بيتواصلوا مع بعض الفترة. لما عرفت هنية إن ناصر بدأ يشك فيهم وبيبحث وراها، قرروا إن هما يتخلصوا من ناصر للأبد. وكان دور واحد من الشباب اسمه علي إنه يستدرج ناصر للطريق الصحراوي. علي كان معاه خطة إن هما يخلصوا عليه في وقت واحد وهم مع هنية عشان محدش يشك في أي حاجة. كانوا فاكرين إن الخطة محكمة وكل حاجة هتكون مترتبة ومن غير ما حد يحس. فعلا بعد ما استدرج علي ناصر حصلت الكارثة. هنية ماتت بين إيديهم وبدون أي رحمة، وده كان بمثابة نهاية لكل حاجة. بعد ما خلصوا أو خلصوا من ناصر قرروا يسيبوا جثتها في الأوضة ويقفلوها من بره، وكل واحد فيهم رجع لحياته وكأنه مفيش حاجة حصلت. وكان عندهم خطة كده مريبة إن لما تتكشف جثة ناصر بعد كده الناس هيقولوا إن هو اللي خلص على هنية وبعدين قتل نفسه، وبكده مفيش حد هيشك فيهم، وكل الشكوك هتتوجه ناحية ناصر اللي طلع ضحية لجريمة هو مش ليه فيها ذنب. وبالفعل بعد ما انكشفت القصة الحقيقية تم تحويلهم للمحكمة. الأدلة والشهادات كانت واضحة، والشرطة قدمت كل التفاصيل عن الجريمة الشنعاء اللي ارتكبوها. القاتل
علي اللي كان هو المخطط الرئيسي اتهم بالقتل العمد وحكم عليه بالإعدام، في حين أن سيد وأخوه اللي كان ليهم دور في التخطيط والتنفيذ تم الحكم عليهم بالسجن لمدة 25 سنة. الجميع كان مصدوم جدا من القسوة اللي حصلت ومن الطريقة اللي اتعامل بيها الثلاثة مع حياة ناصر وهنية. ناصر وهنية والحاج طبعا، والد سيد كان في حالة من الفزع والصدمة، مش قادر يصدق إن ولاده ممكن يعملوا كده، وإزاي الأمور وصلت للنقطة دي. لغاية هنا قصتنا خلصت، بس القصص لسه ما خلصتش، وكان معاكم عمرو سليمان.